تعالوا يا حبايبي بقى نعمل حلة محشي أو صينية محشي. أنا قطعت الورق أهو، الجزء التاني أنا قطعته مربعات كده. عملت الصلصة، عملت لها بصلاية كبيرة ومعلقة صلصة، وحطيت البهارات كمون وملح ورشة سكر وفلفل، بهارات المحشي يعني. قطعت فلفل حامي في قلب الصلصة وهي بتتسبك، وأنزل بالرز وتلات حزم خضرة بقدونس وكزبرة وشبت. اقلبهم في بعض كده زي ما انتم شايفين عشان تتخلط كويس كل الخضرة والرز. اهو زي ما انتم شايفين انا رصيت كده بتنجان والفلفل، وهكمل لغايه ما اخلي الصينيه كلها من تحت فلفل وبتنجان. خلصت كده الصينيه رص اهو زي ما انتم شايفين، وهعمل من فوق باذن الله كده اروح نازله اهو. بصوا كده خلصت كده البتنجان من الحروف والفلفل من النص، والف المحشي الكرنب من فوق كده على الوش، واحط قرن فلفل حامي. انا عملت حله وصينيه، ادي الصينيه اهي، دي بقى اسمها صينيه الدفا في الشتاء، احلى صينيه محشي. اهو بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين كده الصينيه اهي شكلها عامل ازاي. كان عندي 4 أجنحة في التلاجة غسلاهم كويس ومنضفاهم، هحطهم على وش الصينيه اهو، ارصهم كده انزل بيهم على وش الصينيه كده اهو. يا حبيبي ال4 أجنحة موجودين كانوا عندي اهو، نزلت بيهم على وش الصينيه، واروح ادهناهم صلصه من فوق عشان ياخدوا الطعم بتاع الصلصه دوت ويستووا كده عشان هما نيين يعني، مش انا مش مسويهم في شوربه ولا حاجه، عشان ياخدوا طعم المحشي، طعم الفراخ ينزل في قلب الصينيه. هما كانوا 4 أجنحة عندي، وانا كنت عملت معاكم المحشي على القناه. كان محشي مشكل وعندي شوربه فراخ. انا لسه عندي شوربه الفراخ، بشيل شوربه الفراخ عندي لما اجي اعمل اي اكل او محشي. انزل بقى بالشوربه على قد ايه الصينيه ما تاخد، يعني معهمش صينيه، لا لا لا، يعني ايه قبل الصينيه كده، قبل الدور اللي فوق اللي انا حاطاه ده زي ما انتم شايفين كده، قبل دور الكرنب ده بتبقى الصينيه يعني فيها شوربه كده بتاع الا ربع كده. نسيت اوريكم الجزء ده لان انا ظبطت الشوربه. لو كان المحشي مفهوش الرز مش محياه كويس، احيق الشوربه. الجزء ده نزلت لكم عشان خاطر ايه، نحيق الشوربه وننزل بقى تظبط المحشي. كده انا سقيت الصينيه زي ما انتم شايفين اهو، مش باينه الشوربه فيها 3/4. كمان دهنت زي ما قلت لكم في اول الفيديو، دهنت الاجنحه صلصه. انا كده حطيتها على البوتاجاز على النار، النار كانت عاليه. بعد ما يتشرب الصينيه تتشرب ويطلع البخار بتاعها كده، انا هغطي عليها. بعد ما تطلع البخار بتاعها كده واحس ان هي خلاص داخله على سوا، اروح مهديه النار. هي كده اهي زي ما انتم شايفين كده خلاص. انا خرجت الصينيه من على النار لانها استوت، وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، والف هنا والف شفا. وكمان احنا حطينا طبق كمان عشان ناكل منه، وانا صورته لكم. وكلي بقى احلى طبق محشي في الشتاء يدفيكي، وطعمه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله.